سلام. اليوم جيت نشارك معكم كيكه ديال الحامض كتجي واعره بزاف بواحد الكريمه. يا سلام. اول حاجه غادي نصاوبوا الكريمه، غادي ناخذوا بيضه، غنزيدوا لها 3 معالق كبار ديال السنيده، غنخلي لكم المقادير بالغرام الفوق، معلقه كبيره ونص ديال نشا الذره، شويه ديال الملح، كنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم، كنخلطوا مزيان باش ما يبقى عندنا حتى شي تكتلات ديال النشا. ثم كنحكوا حامضه ولا ليمونه، كنحكوا القشر ديالها كامل وكنعصروا فقط نصف ديال الحامضه الماء ديالها. كناخذوا هنايا كوب كبير ديال الحليب وكنخلطوا مزيان، ثم كنوضعوهم على النار اللي تكون متوسطه مع التحريك حتى كنحصلوا على قوام هكا خاتر، وكنضيفوا هنا معلقه ونص كبيره ديال الزبده وكنحركوا مزيان وكنغطيوه بهذه الطريقه، غطيوه مزيان بالسلوفان وكنوضعوه في الثلاجه جانبا. دابا بالنسبه للكيكه غناخذوا 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، كنضيفوا كوب كبير ديال السكر، غنخلي لكم المقادير بالضبط، وكنضيفوا كيس ديال السكر الفانيليا وكنحاولوا نطربوهم مزيان حتى نخدموا البيض. كنضيفوا كاس ديال الزيت النباتي، معلقه ونص من الياغورت، من الاحسن يكون زبادي يوناني، بيرلي ديالنا، نصف عصير حامضه، نعاودوا نخلطوا مزيان الخليط. الا عندكم الخميره ديال 7 غرام يكفي انكم ديروا 2 ديال الخمارات، الا عندكم في حالي ديال 10 غرام غادي ديروا 1.5، يعني كنحتاجوا ل 15 غرام على 4 ديال الدقيق، 250 غرام. كنحركوه حتى كنحصلوا على خليط متجانس، كنوضعوه في قالب اللي كيكون مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، نحاولوا نخبطوه باش يطلعوا لنا الفقاعات الفوق. بالنسبه للكريمه اللي حطيناها في الثلاجه وبدات كتجمع شويه راسها، غنحاولوا نديروها في شي بوش اولا بلاستيكه ولا اي حاجه عندكم متوفره. غادي نحاولوا نديروا فيها داك الكريمه ديالنا. هي عاده الا بردات اكثر كتقصح، لكن ما كانش عندي الوقت بزاف، ماشي مشكل. هنا كنحاولوا نشكلوا خطوط اللي كتكون متباعده على بعضياتها، غادي نديروا بحال الشكل ديال المربعات. كيبقى لكم الاختيار، يعني ديروا الشكل اللي بغيتو على حسب القالب اللي عندكم. المهم انا درت هكا على شكل يعني مربعات بحال هكا، اللي من بعد ملي غطيب غتطلع الكيكه الوسط وديك الكريمه غادي تهبط. هنا الفوق زينتها بشويه ديال رقائق اللوز، كيبقى حتى هي اختياريه. كندخلوها الفرن مسخن على 180 درجه، شعل من الفوق ومن التحت لمده 40 دقيقه. كتكون طيبه هكا محمره. كنرشوها من الفوق بشويه ديال السكر بودره ولا سكر كلاصي. كيف كتشوفوا ملي كطيب كتبان الكريمه فحال دايرينها من الوسط، ماشي حاطين الكريمه من الفوق. يا سلام، كتجي رائعه وسهله، يعني ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، ولكن في نفس الوقت كتبان كيكه اللي هي فخمه، الرائحه ديالها رائعه ولذيذه. خليوها حتى تبرد شويه، انا كنت دربانه باش نحطها لكم، داكشي علاش قطعتها وهي باقا سخونه. كنتمنى انكم تجربوها وان تنال اعجابكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الجميله، والسلام عليكم.